بادر النظام العسكري الحاكم في الجزائر لإصدار إملاءات على المملكة المغربية لقبول مد اليد الذي أعلن عنه الملك محمد السادس مساء أمس في خطاب العرش. وتكلفت جريدة المخابرات الجزائرية الشروق بنقل ما سمته شروط عودة العلاقات بين الجزائر والمغرب في أول رد شبه رسمي على دعوة الملك محمد السادس لبناء علاقات أخوية بين الشعبين. واشترط النظام العسكري الجزائري على المملكة المغربية إنهاء علاقته مع دولة إسرائيل فضلا عن تخليه عن مغربية الصحراء. وكتبت جريدة المخابرات الجزائرية أن الجزائر ترفض فتح الحدود، داعية إلى أنه من بين شروط عودة هذه العلاقات هو عدم إقحام الجزائر في نزاع الصحراء، رغم كون الجزائر هي الممول الوحيد والرئيسي لميليشيات البوليساريو بالعتاد والمال لضرب استقرار المغرب.